السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في الشتاء بنحب نعمل البطاطا المشوية زي بتاعة عربية الشارع بالظبط. هنعمل أحلى وألذ بطاطا بنفس تكنيك عربية الشارع ونفس الطريقة بدون نقطة مية وبدون سلق وبدون فرن، وتكون مكرملة بنفس الريحة المفحفحة بتاعة بطاطا الشارع. وقبل ما أقول لكم ازاي، انزلوا بقى على طول اعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. طبعا اليومين دول السوق كله مليان بالبطاطا، يعني مش هتلاقي مكان ما فيهوش بطاطا. وتختاري طبعا البطاطا تكون متوسطة، ما تكونش كبيرة قوي وما تكونش رفيعة قوي علشان ما تنشفش معاكي في السوا، يعني تكون متوسطة زي بالظبط اللي احنا شايفينها دي. وطبعا تنقعيها كويس في شوية مية وتغسليها، ويا ريت لو تغسليها بليفة نظيفة مخصوصة تكوني مخصصاها للخضار وتغسلي بيها البطاطا بتاعتك. وبعد كده هنقطع الجزئين الرفيعين اللي بيبقى في طرف البطاطا من فوق ومن تحت، عشان دول بيأخروا من سوى البطاطا، لأن الطرفين دولت ما بيخلوش الحرارة توصل للجزء المليان اللي في البطاطا. نحضر بقى الحلة بتاعتنا، ويا ريت ويفضل تكون تeflon أو جرانيت أو أي حلة بمادة تكون غير لاصقة. وهنرص بقى البطاطا بتاعتنا واحدة ورا التانية بالعرض كده زي ما احنا شايفين، لغاية ما نملى الجزء التحتاني كله من البطاطا. ويفضل ان احنا ما نملاش الحلة كتير او نملاها على الاخر بالبطاطا، علشان الحرارة تعرف تتوزع كويس جدا على كل البطاطا الموجودة في الحلة. نيجي بقى للتركة المهمة جدا اللي هتخلي طعم البطاطا محترم، ومش هتاكلي بطاطا زيها في حتة تانية. هنجيب معلقة من القرفة أو نص معلقة صغيرة على حسب ما انتي بتحبي القرفة، وهنرش على كل البطاطا الموجودة معانا في الحلة. ونحاول نوزع القرفة كويس جدا من فوق ومن تحت. ولو ما بتحبيش القرفة فالخطوة دي اختياري. طبعا هتقولي بعد كده هنقفل بقى بغطا الحلة. طبعا الخطوة دي غلط جدا جدا جدا. قبل ما نقفل بغطا الحلة هنجيب قطعة من الفويل، وهتقفلي الحلة كويس جدا جدا من فوق علشان البطاطا بتاعتنا هتستوي على البخار، يعني مش عايزين البخار يطلع بره الحلة نهائي. وبعد كده هتقفلي بقى بالغطا. وده كده منظر البطاطا بعد ما حطيناه على نار هادية جدا جدا، شمعة خالص، لمدة ربع ساعة. شايفين البطاطا كده قربت تستوي، يعني الطبقة الخارجية هي اللي بدأت كده تتغرز فيها السكينة شوية. وهنكمل طبعا سواها كمان، هنضيفها على النار وهنسيبها نص ساعة كمان. شايفين ما شاء الله بدأت تستوي ازاي. هنقلب بقى البطاطا، اللي تحت هنطلعه فوق وبعد كده اللي فوق هنجيبه تحت، علشان العسل المكرمل اللي نازل من البطاطا يتغلف بيه البطاطا بتاعتنا كلها اللي فوق واللي تحت. وفي كمان خطوة اختيارية في المرحلة الأخيرة دي، ممكن تضيفي معلقة من السكر، رشة خفيفة خالص كده على البطاطا بتاعتك، وتغطي الحلة كمان وتسيبيها 10 دقايق على النار. هتلاقيها في منتهى الجمال. بس احنا عايزين البطاطا بتاعتنا تبقى بالسكر كده الطبيعي بتاعها عشان تبقى كلها على بعضها صحية. وهتاكلي أحلى بطاطا مطلعاها من عندك من غير فرن ومن غير مية. ده غير كمان قشرة البطاطا اللي بتدوب ذوبان وتقريبا ما بتبقاش موجودة، يعني بتاكلي البطاطاية كده كلها على بعضها، خاصة كمان ان احنا غسلينها كويس جدا. ده غير كمان انها متغلفة بالسكر المكرمل اللي نازل منها، ومش هتحتاجي تحط لها اي سكر نهائي. بس في ناس بتحبها مسكرة زيادة، فممكن نضيف لها معلقة السكر اللي قلنا عليها في الاول. شايفين ما شاء الله مستوية ازاي زبدة البطاطا؟ ما شاء الله بالطريقة دي بتطلع عاملة زي الكريمة بالظبط. شايفين ما شاء الله طرية ازاي؟ وممكن بعد ما نطلعها في الطبق تحبي كمان تضيفي عليها معلقة من العسل. ويا سلام بقى لو عندك مكسرات أو سوداني أو رشة من جوز الهند أو الزبيب، كل دي إضافات ترجع لك انتي. لو عايزة تضيفيها ضيفيها، مش عايزة تضيفيها وتاكلي البطاطا كده زي ما هي، طبعا هتبقى في منتهى الجمال. وفعلا مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. يا ريت بقى اللي شاف الفيديو وعجبته الطريقة دي يدعي لي دعوة حلوة، وما ينساش يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.